بسم الله، السلام عليكم. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي احسن حال. اليوم راح نخدم معكم تحليه بالفلو بالتفاح. ان شاء الله تعجبكم، الا جربتوها ان شاء الله تنجح لكم. تحليه بزاف راقيه وبزاف بنينه واقتصاديه خفيفه على اليد في وقفه وجديها. نروحوا نشوفوا واش عندنا. المقادير راهي مضبوطه في الفيديو راه فاهم. روحوا بالنسبه اللي ما يفهموش على كلامي. فوالا، عندنا هنا 3 كيسان تاع الحليب. راح نبداو بالفلو هو الاول. عندنا هنا 3 كيسان تاع الحليب. فوالا، نحطوا لهم غرف كبيره تاع المايزينا، تقدروا تستغنوا عليها، تقدروا تحطوا الفلو برك وحده، ومغرف كبيره تاع السكر. وهنا عندنا كيس فلو فاني. كيس فلو فاني نخلطوا كلش بارد في بارد، ومن بعد ندوم نحطوهم فوق النار. فوالا، ونبقاو نخلطوا حتى اللي يدي معنا الغليه. فوالا، ما نغفلوش عليهم، نبقاو هكذا نخلطوا حتى اللي يدو معنا الغليه هكذا. دوك هنا الفلو تاعنا بعد ما دا الغليه نجيبو نحطوه في لي فيغي تاعنا. هنايا فلو صفيتو، كان فيه رغاوي بزاف، صفيتو قبل، حطيته زعما في الكيسان، لقيت فيه رغاوي صفيتو، ومن بعد راني نحط فيه هكذا في لي فيغي تاعنا. دوك نخلو الفلو تاعنا يبرد ونروحو نديرو الطبقه الثانيه. دوك هنا عندنا 2 حبات تاع التفاح، وعندنا كيس فلو كراميل. دوك هنايا نحطو كاس ونص تاع الماء. هنا تحبوا تزيدوا المايزينا باش يجيكم ثقيل، لكم الاختيار زيدوا. هنا كيس فلو كراميل، كما تعرفوا التفاح يحب الكراميل، داك اللي راح نحطو كيس فلو تاع الكراميل. دوك نخلطو بارد في بارد، وندو نخلوه فوق الفرن حتى اللي يدي معنا الغليه. هنا بعد ما دا الغليه نحوه. دوكا نخلو داك الكراميل تاعنا يبرد، هذاك الفلو يبرد، ونروحو نقطعو التفاح تاعنا. وهنا بعد ما بردت الطبقه الاولى نخلوها حتى تبرد. بعد ما بردت الطبقه الاولى نروحو نديرو الطبقه الثانيه نخدموها، ونخلو داك الكراميل يبرد. بعد ما يبرد داك الفلو تاعنا نقطعو داك التفاح ونحطوه هكذا قطع هكذا رقاق، ونحطوه. كما تقدروا تزيدوا الفراز، تقدروا تزيدوا البنان، تقدروا لكم الاختيار واش كان عندكم فاكهه حطوا. انا كان عندي التفاح، هنا حطيت التفاح، نتوما حطوا واش كان عندكم. فوالا، هنا دوك بعد ما برد معنا شويه داك الكراميل نخلوه شويه يبرد، هذاك الفلو كراميل الطبقه الثانيه نخلوه شويه تبرد، ومن بعد نحطوه. ما نحطوش هكذاك ديريكت من فوق النار، نخلوه شويه يبرد. والتفاح ما نقطعوش حتى اللي نطيبوا الفلو الطبقه الثانيه باش نقطعوا التفاح باش ما يكحلناش. دوك نجيبو نحطو هكذا الطبقه الثانيه تاني الفلو كيف كيف. فوالا، قلت لكم باللي هذه تحليه بزاف خفيفه على اليد وبزاف راقيه واقتصاديه بزاف. فوالا، ماشي حتكلفك بزاف، ما فيها لا كريم شونتي لا والو، لا شوكولا لا والو. فوالا، بزاف خفيفه واقتصاديه وتجي بزاف بنينه. اكيد العائله كامل راح تحبها وراح تشكرك عليها. فوالا، التحليه تاعنا هنايا دوك نخلوها تزيد تبرد شويه، ومن بعد نقدموها. واللي اول مره تشوف القناه دير ابوني، تفعل الجرس باش يلحقها كل جديد، وبارطاجيو فيديوهاتي ما تنساوش. ولا عجبكم الفيديو ديروا لايك. هنا التحليه تاعنا بعد ما بردت راح نقدموها دوكا. شوفوا هنا بعد ما بردت، ولا حبيتوا الطبقه الثانيه تجيكم ثقيله بزاف زيدوا لها مغرف تاع المايزينا. هنا التحليه تاعنا بعد ما بردت راح هكذا نقرب لكم الصوره هكذا باش تبان لكم. فوالا، جات بزاف راقيه وجات بزاف بنينه وبزاف شابه. هكذا فرحوا بها العائله تاعكم هكذا في السهره مع دوكا جاي رمضان ان شاء الله بالصحه والهنا علينا. هكذا بزاف خفيفه على اليد. شوفوا هنا كيفاش جات معانا الطبقه ديك الثانيه، جات شويه خفيفه. تحبوا تزيدوا لها المايزينا زيدوا لها. هذه هي التحليه تاعنا بعد ما وجدناها. جا الكود تاعها بزاف هايل. كما تعرفوا الكراميل والفاني الذوق تاعهم يجي بزاف متناسق، يجي بزاف بنين. فوالا، هذه هي التحليه ان شاء الله تعجبكم. الا جربتوها ان شاء الله تنجح لكم. ما تنسوش ديروا لايك. شاهدكم في الجنه ان شاء الله نكون خفيفه عليكم، وان شاء الله تستفادوا من هذا الفيديو. هكذا نتقاسموا الافكار، ومع السلامه.